لعبة بوبي بلاي تايم من اشهر الالعاب اللي نزلت سنة 2021 وحرفيا كسرت الدنيا وغطت على جميع العاب الرعب اللي كانت موجودة في الوقت ده. وانت حرفيا لو كنت عايش في الوقت ده وعندك نت وما سمعتش عن اللعبة دي فهيبقى عينيك، لان انت حرفيا انسان الكهف. النهارده هديك بعض الاسباب تخليك تحب اللعبة دي وخليك تطبل لها غصب عن اي حد. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. السبب الاول فكرة اللعبة ببساطة انك عامل وعايش في مصنع وانكرشت من المصنع ده، لان عرفت ان المصنع بيعمل اعمال اجرامية، فهو بياخد اعضاء الاطفال دي تحطها في الالعاب عشان يخليها العاب حية، حاجة كده شبه توي ستوري يعني. وحرفيا فكره جديده وما فيهاش حل تاني، يعني ترابط الاحداث مثلا من شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3 شابتر 4، حرفيا ترابط الاحداث رهيب جدا واتحدى اي لعبه معانا نفس الترابط ده، غير طبعا لو لعبه عظيمه مثلا زي ريزنت ايفل مثلا، يعني ده الترابط فيها حاجه عظمه برضه. بس بوبلي تايم الترابط بسيط وبرضه سهل اي حد ممكن يفهمه. السبب الثاني الجيم بلاي فيه سلس هناك، وحرفيا انت فكره الجيم بلاي هناك انك يعني بس تعمل شغل سبايدر مان، ماسك بس بالكفين وتعمل اللي انت عايزه، وغوص وكل ده الالغاز اللي فيها، يعني البازلز والالغاز اللي فيها بتخليك تفكر عقلك، يعني بتستعمل 200% من عقلك بدل ما بتستعمل 0%. وانا باكتر حاجه بكرهها ان استعمل 200% من عقلي، يعني لو انت كهربائي او ميكانيكي فهتفهم في اللعبه دي جدا. يعني اللعبه مشغلاك انك تصلح المصنع بس اللي اتكسر او اتبهدل، لازم تصلحه، مش مهم تهزم البص ولا لا، المهم تصلح المصنع. السبب الثاني واللي هي النظريات المعموله عن الشخصيات والحاجات في اللعبه، يعني الشخصيات الموجوده هناك في نظريات كتير معموله هناك، يعني زي البروتوتايب وتجربه 2006 وهاجي واجي وكاتناب ومولونجلينجز، والشخصيات دي كلها معمول عليها نظريات وغموض ولعبه، ومين هو اللاعب ومين اسس المصنع ومين الحاجات دي كلها. حرفيا النظريات تخليك تديك عمق القصه، وده اللي يخليك سبب انك تطبل للعبه دي. السبب الرابع واللي هو الشخصيات، وده اهم سبب هنتكلم عليه النهارده، لان السبب ده انت هتحب اللعبه دي. يعني بدايه من شابتر 1 اللي هو هاجي واجي، هو اي نعم بيجري وراك ويخليك تعمل على نفسك بطل الرعب في اللي انت بتلعب اللعبه دي، الا انك تلاقي اصلا الشخصيه دي محبوبه من كتر الناس كتير ولها جمهور كمان. ونيجي بقى في الشابتر 2 اللي اكتر الشخصيات اللي فيه، واللي هي مومي لونج لينجز. وعارفين الشخصيه ده هي نعم شخصيه عايزه ضرب النار وبنت ولكن هي شخصيه محبوبه لها جمهور بتاعها، وغالبا الجمهور بتاعها بيكون بنات. وكملتش بقى في الشخصيات الثانيه في شابتر 2 زي الكلب الدودي ده، او حتى الارنب اللي بيسقف في وشك ده لو ما عرفتش الباي تفضل تجري وراك، والالوان والحاجات المسابقه بتاعته الغبيه بتاعته ديت. بقى شابتر 3 واللي هو كاتناب هو من اشهر الشخصيات هناك، وحرفيا له جمهور، وحرفيا دي بعتبر اكتر شخصيه محببه ليا يعني. وكاتناب ده قدرته ان هو بيديك غاز احمر، غاز ده لو انت شميته بيجي لك هلاوس، حرفيا هلاوس تعملها على نفسك من كتر الرعب. انا فاكر لما شفت اول كاتناب بالمنظر المرعب بتاعه ما نمتش يومين على بعض. في شابتر 4 مفيش شخصيه شريره يعني رئيسيه او مين كاركتر يعني، تمام، بس غير هي الرجل الصلصال، واللي هو يعتبر الشرير الرئيسي اساسا، مع انه اصلا كان طايف في الاول ولكن انت في الاخر تهزمه، لانه عايزك تفجر المصنع وانت اساسا مش عايز تفجره، عايز تنقذ الاطفال الايتام اللي موجودين في المصنع. وقول لي ايه افضل الاسباب اللي خليك تطبل للعبه ديت، حتى لو انت ما لعبتهاش. انا ذات نفسي الجهاز ما يشغلش اللعبه ديت، فانا مضطر اتفرج على الناس وهي بتلعبها. فقول لي افضل الاسباب اللي خلاك تحبها واللي انت بتحبها اساسا يعني، واكتر سبب عجبك في الفيديو ده، وما تنساش لايك وسبسكرايب، وبس سلام.